حمدا لمنزل الدنا ودائي ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل الدنا ودائي ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفع به عن البلاء ثم على من حيث مس سامرت يبرأ بلا بد وفاز بالخرد محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلامي ربنا الكريم والآل والصحب ذوي العلاء ما احتاج ذو الأسقام للصفاء هذا وإن اليوم سوء أوجاه مبتقيا حولا مجيب داعي وأستكي إليه ما من الضرر قد مسني حتى أراني مهتدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاعذرنا بجاه خير العالمين الأكرمين ثم بيوم رمضان الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عزيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمه معنا وتجاوز عنا وأنزلا يا ربنا خير النعم مكان ما نخاف من شر النعم وهب لنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر الورى يا سافي أنزل شفاءك مكان دائي ولا تعاملنا بالابتلاء وأنزل النفع مكان ضره وأنزل الخير مكان شره وأنزل الحلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل السكر مكان الكفر واشف جميع المسلمين عاجلا ثم بهم خوفا وحزنا عاجلا ونجهم وعافهم والتف بهم ولا تواخذهم بكثر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد بغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على ملائكة لجوف يسروا قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تلصص الجوارح أبداهم لأخبأ الخبائح فلا تواخذهم بما لا ينقذك ولهم هب الذي لا ينفه يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب وارنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم وجل جميع المسلمين ضرا لنا أخلاء فنكفى ضرا وجل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم عافهم غدا وجل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات في ازديادهم تقى وجل جميع العلماء العاملين وجل جميع العاملين مخلصين وجل جميع المخلصين زاهدين وجل جميع الزاهدين ناسين وجل جميع الناسين صادقين وجل جميع الصادقين فائزين وأهلنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة وجل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وديرا وأهلنا بحبهم لوجهك وأهلهم بحبنا فنسلكا وجل جميع الإخوة ونسبي في رحمة يوم استداد النسب وجل لنا هنا وعنا عصا ساخبة تفضلا فنوصا وهب لنا مكارم الأخلاق مع التهاب بلا زقاق وجل صغيرنا يوقر الكبير وجل كبيرنا يهين للصغير وجل قلوبنا على التوادد بلا تنازع ولا تحاسد ولا تحاسد ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر
حتى نسير المسلمين قاسين والمؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين خير عافية واهل وهد وكفنا عن مسلمة ونج كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام إن الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من زفى الأمراض ووهب المرغوب والأغراض محمد طبيبنا الهمام المبرئ الأمراض والأسقام وسليا عليه ثم سلما وآله مع الصحاب الكرماء ما أفلح المسؤول بالدعاء ووفي المريض باستشفاء يا من يروم لف كل داء فلا تفارق مطلب الشفاء ودم عليه في المساء والصباح وأهل سنتنا الشفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى